لو انت في علاقه، سواء نوع العلاقه كان ايه، مخطوبين، متجوزين، مرتبطين، حاسس ان الدنيا باظت، تقول لك انا هسيبك، اوعى تقول لها والنبي نكمل سوا مع بعض، عشان لو انت عملت كده هتسيبك في الاخر. واحنا كلنا عملنا كده في يوم من الايام. اكيد طبعا، احنا اتعلمنا اساسا. انت بتتعلم لما ده بيحصل، بس اللي بيفرق واحد عن التاني انت لما بيحصل لك حاجه، احنا كرجاله المفروض تعرف سبب المشكله ايه الغلطه اللي انت عملتها وتتعلم منها. بالظبط، انت اصلا بتعيش عشان تتعلم. عكس البنات مثلا، لما انت بتعمل غلطه المجتمع هو السبب، الرجاله هم السبب، مجتمع ذكوري، انتوا رجاله توكسيك، انت اسمك احمد فاحمد خاين. احمد توكسيك بتقال لي على طول اصلا. كل ما تعرف انت اسمك احمد يبقى انت توكسيك. لما بتوصل للمرحله اللي انت محتاج تتحايل عليها وتقول لها والنبي نكمل سوا، سامحيني، احنا لازم تديني فرصه ثانيه عشان اللي بينا، ودي اصلا اصعب مرحله بتوصل ليها. فانت لما بتوصل للمرحله دي هي ممكن تكمل معاك في العلاقه، او ممكن تكلمك باللي هي بص انت صعبان عليها بس. بالظبط. مش حكايه هي بتحبك بقى، لا خلاص حوار الحب ده انتهى، ما بقاش في حب من ناحيتها ليك، ما بقاش في اي حاجه، فهي بتكمل معاك اللي انت صعبان عليها من الاخر، اللي هو حاسه ان هو ايه ده بيتحال عليا، صعبان، شكله هيعيط قدامي، فانا بكمل عليه شفقه. وانت اصلا تكون ممكن يكون عيطت قدامها، مش هتعيط، عيطت قدامها، هي بقى بتكمل معاك بسبب الحوار ده وبسبب صعبان عليا. بالظبط. لما ده بيحصل اصلا ما بيكونش يعني في مده طويله، بيكون اسبوع اسبوعين بالكتير قوي، وهتلاقي بتسيبك تاني بكل برود، ولا كانكم اتكلمتوا في حاجه. وبقى ما فيش بقى، مش هتلاقي اصلا الاهتمام بتاع الاول بقى، ولا هتلاقي كلام، ولا انا رايحه فين وجايه منين، ولا نازله ولا طالعه، ولا اي حاجه، ولا مش تبقى شايفاك اصلا. فانت اصلا يعني لو عندك كرامه مش هتستحمل الكلام ده. بالظبط. ما عندكش بقى هتستحمل وهتتحايل عليها تاني، وانت ما بتكلمنيش ليه، وانت بتعمليش ليه معايا كذا، ما بتعمليش معايا كذا، وهتسيبك في الاخر. يعني مهما اتحايلت هتسيبك، هتبقى بقى في اللحظه دي خسرتها وخسرت كرامتك، فهتبقى صعبه من ناحيتين. شكلك قدام نفسك بتبقى صعبه، واحنا مجربين بتبقى صعبه، بتبقى صعبه قوي. لكن المشكله اصلا ان لازم تبقى عارفه ان لما انت بتوصل لنقطه في العلاقه ان انت محتاج تتحايل عليها علشان تكملوا سوا، ده معناه ان العلاقه باظت لمدى معين. انت ما ينفعش تصلح العلاقه بعد اللي حصل ده. خلاص انت وصلت لنقطه خلاص كده العلاقه باظت، مهما تعمل هي وقفت. هتبان قدامها شكلك زباله، هتبان قدامها ضعيف، هتبان قدامها اللي انت محتاج لها، وهي البنت بتبقى عايزه كده، عايزه اللي قدامها يبان لها اللي انت محتاج لها. بالظبط. اللي انت محتاج تعمله بقى هو ان انت اللي تسيبها قبل ما هي تسيبك. تقول لي ازاي؟ انا عايز نكمل سوا، انا عايز اصلح اللي بينا. تعمل ايه بقى؟ تطلعها على المسرح. يعني ايه؟ يعني ما يعني هي كانت كل حاجه في حياتك، لا انت بقى اسحب الكلام ده كله منها، عرفها اللي هي خلاص انت مالكيش لازمه بالنسبه لي، او مالكيش اي اهميه عندي. خليها بدل ما هي اللي كانت هتخليك انت اللي تتحال عليها، خليها هي اللي تتحال عليك، لان البنت عايزه تحس انها مرغوب فيها، عايزه تحس ان في حد عايزها. اول ما تديها الاحساس ده هتركبك، انما بقى لو ما اديتهاش الاحساس ده هي بقى اللي هتيجي تتحايل عليك، هي اللي هتيجي تعيط لك، هي اللي هتبقى محتاجاك، هي هتعمل ده كله معاك. احنا هنا في الجريك كامبس في ميدان التحرير نعمل انترفيو شغل، بس مشينا عشان لقيت حد انا عارفه كده في الشغل كان شغال معايا، فانا عارف هي شغاله مديره، هي كانت مديرتي برضو، فانا عارف مديرتي دي كانت بتعمل ايه، فكستلها. احنا في الجريك كامبس، وانا قلت افرجكم على المكان اللي احنا فيه. نرجع لموضوعنا. ان انت هتلاقي الحاجه اللي هتستغرب منها قوي، وانها هترجع لك، بس عمرها ما هترجع الا لما تكون انت اوريدي خلاص، انت اوريدي عملت موف اون، انت اوريدي سبتها، انت اوريدي نسيت كل حاجه عنها، بتلاقيها جايه تكلمك تقول لك ازيك يا احمد، وحشتني، انت بتعمل ايه دلوقتي في حياتك؟ يعني مثلا اقول لكم حاجه حصلت معايا. واحدة كنت بكلمها، وكنا بقى بنتكلم على طول ومش عارف ايه، وطبعا كل تفاصيل حياتنا حكيناها لبعض وكل الكلام ده حصل. مرة واحدة قطعت، مرة واحدة لقيتها راحت عاملة ايه، مش عملت بلوكات، عملت بقى انفولو على الانستا وانفريند على الفيسبوك، الكلام ده كله. تقريبا مسحت رقم من عندها على الوقت، هي ما عملتش بلوك، بس هي مسحت رقم عشان الستوري كانت بتظهر، بس ما كانش فيه صورة والكلام ده. من فترة كده لقيتها دخلت تكلمني، لقيتها بعتلي احمد، فقلت لها نعم. بتقول لي هو انت زعلان؟ قلت لها هزعل من ايه؟ في حاجه حصلت تزعلني، او انت عملت حاجه حصلت؟ قلت لي لا انا عارفه ان انا مزعلاك، ان احنا مره واحده قطعنا، ان احنا مش عارف. قلت لها لا، كل حاجه براحتك، كل حاجه بمزاجك، انا ما غصبتكيش على حاجه، وانا ما غصبتكيش دلوقتي انت رجعي تكلميني.
بس خلاص الموضوع ما بيننا انتهى ومش هينفع نكمل مع بعض. قلت لها احنا خلاص انت لو عملت كده تاني اصلا انا كويس ان انا رديت عليك المره دي، انما لو انت عملت كده تاني انا مش هكلمك اصلا تاني، انسيني. عمرها ما كانت هترجع لو عيسى كان قال لها دخل كلام قال لها وانت ما بتكلمنيش ليه؟ انت اللي مضايقك ما تردش، فبعت لها علامه استفهام ما تردش، فاتصل بقى ماسنجر فتكنسل عليه وتقول له عايز ايه؟ قال لها انت اختفيت فجاه. فالشغل ده كله هيقل من قيمتك قدامك. بس ده مثال ما كناش مرتبطين. انا كنت مرتبط قبل كده ببنت وسيبنا بعض اللي هو بقى ايه، كنت لسه برضو مش عارف اللي انا عارفه دلوقتي، فسيبنا بعض وكذا مره ونرجع نسيب ونرجع واخر مره سبتها جامد. فانا سبتها ونسيتها وارتبطت ببنت ثانيه معايا وخلاص. انا ما بقاش في دماغي الحوار ده خالص. بعدها لقيتها جايه تكلمني احمد ازيك بتعمل ايه مش عارف ايه، قلت لها تمام بتعمل ايه؟ قالت لي تمام الدنيا. قلت لها ارتبطت؟ قالت لي بالسرعه دي وبتاع، قلت لها ارتبطت عادي. بس هي كانت داخله عايزه ترجع، بس لقيت ان انا ارتبطت خلاص فاكست. بس عمرها ما كانت هترجع لي لو انا كنت كل شويه اخش اكلمها واقول لها وحشتيني تيجي نرجع سوا، سامحيني طب انا هتغير عشانك، من ايدك انا بموت بقطع شراييني. ده كلام اغاني، خليه الاغاني، انما الحقيقه تبقى حاجه تانية خالص. لما بتحاول ترجعوا لبعض وانت اللي بتطلب منها كده، فانت حرفيا بتحطها اكنها في مكان اعلى منك، اكنك بتحطها مقام عالي وانت اللي هو واقف بتترجاها، بتديها حجم اكبر من حجمها يعني. بالظبط، تقول لها والنبي نرجع لبعض، فانت بتدي في ايديها ان هي توافق او ترفض، وان هي شايفه ان هي محور الكون بقى. بالظبط، انت كده مش عايز تعيش من غيرها وهي بقى هي اللي هتعيشك. لا بمعنى صح كده، انت بتركبها عليك، فانت لما تركبها عليك طب انها هتركبك، وده ما ينفعش. لازم انت كراجل انت اللي تكون مسيطر وانت اللي تكون راكب في العلاقه. وده اللي وصلك اصلا للنقطه دي، ان انت كنت بتفكر بعقليه النظره، اللي هو انت شايف ان هي دي البنت الوحيده اللي انت هتكمل معاها، هي دي البنت الوحيده الحلوه. ده اللي هو بيسموه اللي هو الحب اعمى. بالظبط، انت شفتها ان هي احسن حاجه في الدنيا، وان هي جميله، وان هي ما فيش زيها، وان صفاتها دي ما فيش واحده عندها نفس الصفات. فانت بقى اول ما تيجي تقول لك عايزين نرجع، فانت هتقول لها ماشي انا موافق، عشان انت شايفها ما فيش غيرها، مش شايف حد غيرها. مع ان انت لو جربت هنا او جربت هنا او جربت هنا ممكن تلاقي هنا احسن وهنا احسن، هنا حاجه احسن هنا حاجه احسن منها اكيد يعني، مفيش حد كامل يعني. بالظبط، عشان كده انت لما اصلا بتحطها في المقام العالي ده اللي هو انت ده بنكمل مع بعض، انت بتبقى اصلا معمي وقتها، انت شايف صفاتها الحلوه بس. وطبعا من كتر الاغاني وكتر الافلام والكلام ده، فانت بتبقى شايف ان انت لو سبتها مش هتلاقي بنت احلى منها. خلاص بقى انت كده حياتك اتدمرت، مش هتعرف تحب حد تاني، مش هتعرف تشوف بنت احلى منها تاني، مش هتعرف تلاقي الصفات. انت طبعا بسبب ان انت اتعودت عليها هي بتظهر لك، بتخليك تشوف حاجات فيها احلى بكتير من اول ما تعرفها. هل ده حقيقي؟ يعني لما حصل معاك ده حقيقي؟ لا طبعا اكيد يعني. انا عرفت بنات بعدها، بعد اللي سبتها دي كتير، مش بعد سبت واحده، سبت كذا واحده، بس عرفت بنات بعديهم كتير. احنا ما ارتبطناش والكلام ده، بس لقيت فيهم صفات حلوه، بس فيهم صفات انا مش عاجباني، فعشان كده احنا ما ارتبطناش. وبتنقي براحتك، انت عندك صفات كتير حلوه يعني. انا لقيت في اللي انا كنت مرتبط بيها صفات انا ما كانتش عاجباني، لقيتها في واحده تانية موجوده فيها الصفات اللي انا بحبها. فانت موجوده اهو يعني، مش انت بس كمان. بالظبط، مش انت الوحيده اللي فيك الصفات اللي انا عايزها، لا ده في بنات تانية فيها الصفات اللي انا عايزها، وفيها الصفات اللي ما كانتش فيك لقيتها فيهم هم. بالظبط، فيعني عايز اقول لكم انا وعيسى كل يوم بنعرف بنات جديده حرفيا، علشان هو اللي معلمنا اصلا. في الفيديو قبل كده هو يعني انا تلميذه، فانا جايب لكم الليفل الوحش بقى يتكلم معاه في الموضوع ده. فلا احنا بنعرف بنات كتير، مش علشان احنا بقى جامدين قوي كده، احنا جامدين قوي كل حاجه، بس عشان انا افكر بعقليه الكسره. مفيش اجمل من كده اصلا. احنا بنفكر بعقليه الكسره. احنا عارفين ان لو في بنت، يعني انا مثلا دلوقتي كنت بكلم بنت بسالها على حاجه انا ما اعرفهاش، بس بكلمها عادي في الشارع بسالها على حاجه، تقول لي هو انت مين عشان اكلمك؟ اللي هو صباح الفل انت بتكلمي كده، فانا قلت لها عادي يعني، بكلمها عادي. قلت لها انا بني ادم عادي. قلت لها انا احمد ايه انت مين عشان اكلمك؟ بتقول لي لا امشي بقى كده واسالهم فوق وبتاع يعني. عادي لما موقف يحصل لك زي ده، بس انت هيحصل لك مع البنات مواقف كتير فشخ. البنات دي 8000 دماغ يعني البنت الواحده عندها 8000 دماغ، فتخيل انت هتتعامل مع بنات كتير، فانت تتخيل هتتعامل مع كام دماغ بالظبط. بس عادي ما تخليش حاجه زي دي تضايقك، عشان انت هتتحرك في وقت من الاوقات. عادي، هي اللي خسرانه، هي خسرت واحد زيك، بعدين انت عايز تسال على حاجه معينه، انا مش جايه. وحتى لو هي بتشقط يعني، هي الخسران، خسرت انت بتشقط، خسرت ان واحد زي احمد عيسى بنفسه او احمد زي احمد عاصم بنفسه راح يشقط. فلازم تفكر بالعقليه دي. لما تفكر بالعقليه دي، لما تيجي بقى تترجم ده في العلاقه بتاعتك، هتعرف ان انت
قيمتك عاليه، فمش هتخلي حد يبيع ويشتري فيك. انا دلوقتي كنت رايح الشغل ده لقيت فيه التيم ليدر القديمه بتاعتي اللي انا كنت ماشي بسببها، وانا ممشيها ومتخانقين مع بعض، وبص عاملين بلاوي وعيسى عارف الموضوع. انا حكيت عقد ثلث ساعه بحكي، بس كان حوار كبير قوي. انا لما لقيت في الشغل اللي انا رايحه مرتب 10000 جنيه في الشهر، تحفه. 80 كي بي اي $80 تبقى الدولارات ترانسبورتيشن عليهم. يعني لو انت حسبتها المكان كفلوس، كمان قريب من بيوتنا وحلو. يعني انا وريتكم المكان يعني ده مكان الشغل اللي احنا قاعدين فيه اللي هو الرول كده، ده مكان الشغل. فانت تخيل الفايبس اصلا عامله ازاي. بس انا عارف ان دي مديرتي كانت زي الزفت، عارف ان انا مش هنبسط في الشغل، انا عارف المميزات والعيوب. غير كده مش هينبسط، مش حكايه الشغل بس، ده هي اللي بتعمل الفاينل انترفيو. يعني ممكن ما اعديش اصلا في الانترفيو، بس انا هعدي، انا هعدي في الانترفيو، بس انا مش هشتغل معاها. انا دلوقتي لو انا بفكر بعقليه النظره اقول ده الشغل الوحيد اللي موجود بالمرتب ده بالظبط، ده الشغل الوحيد اللي هلاقيه حلو، ده الوحيد اللي هلاقيه قريب مني، ده الوحيد اللي هلاقيه هرتاح فيه، مش عارف ايه. لكن انا عشان بفكر بعقليه الكسره انا عارف الشغل ده مش حلو، يولع في غيره كتير، في مليون شغل تاني. بالظبط. الشركه دي وحشه، في شركه غيرها. يعني نفس المثال الشغل هو نفس المثال البنت، هو نفس المثال الفرصه اللي بتجيلك، مش فرصه واحده، فرص كتير. هو الدنيا صعبه والدنيا مش عارف ايه، بس الفرص لما بتجيلك تبقى حلوه، بس تبقى مريحاك انت، عشان انت اهم حاجه راحتك انت. بالظبط. ما تروحش تشتغل بمبلغ وقدره بس طالع عينك ومش مبسوط ونفسيتك وحشه وي ما ده كله اصلا مش هيخليك تشتغل، وهيمشوك في الاخر. هيخلي فعلا الناس صحاب الشغل هيمشوك عشان انت بتشتغل وحش، ما بتديش انتاج، ما بتديش ارقام، فهيمشوك. نفس الكلام مع البنت. بالظبط نفس الكلام على البنت. انت هتلاقي نفسيتك مش حلوه، فمش هتعرف تديها اللي هي عايزاه. بالظبط. وهي برضه مش هتعرف تديك اللي انت عايزه. بالزبط. او مش هتشوف اللي انت عايزه فيها. هتبقى قاعد بتجلد في نفسك طول الوقت، بتعاملها وحش، بتعاملك وحش، بتقل من نفسك عشانها، فهتقول لك انا عايز اسيبك، مع ان بص انت بتضحي كل ده عشانها، بس هي هتقول لك انا عايز اسيبك عشان هي مش انا عايز اسيبك عشان انت مش مهتم بيا، انا عايز اسيبك عشان انت ما بتعملش اللي انا بحبه، انا عايز اسيبك عشان انت مش فاهمني، انا عايز اسيبك مش عارف عشان ايه. هتلاقي انا عايز اسيبك دي وراها 8000 جمله، بس هي اول جمله انا عايز اسيبك عشان كده. اخر بقى حاجه في بدايه الفيديو، بس قبل ما نقفل، يعني المفروض انت تكون عملت لايك دلوقتي وعملت سبسكرايب، عشان اللايك ده بيفرق، ده بيوصل الفيديو للناس ثانيه تشوفه. فانت لو استفدت اعمل لايك عشان غيرك يستفاد برضه. بس اللي انا عايز اقفل بيه الفيديو بقى اللي هو اخر حاجه تتقال، عشان لو عايز حد يقدرك، قدر نفسك الاول، اشتري نفسك الاول.